اهلا بكم. انا مؤمن ان مفيش اي حاجه في الحياه على الاطلاق بني ادم يقدر يعملها وبني ادم تاني ما يقدرش. الفكره كلها اصبحت في القناعات وفي الاولويات. لازم قناعاتنا تتغير ولازم نعرف اولوياتنا علشان ما نتوهش وما نزهقش وما نيأس وما نجريش كمان اميال في الغلط، لا نقدر نكمل ولا نعرف من الاساس نرجع تاني. عموما اصبح من اقوى الدوريات في العالم، إن لم يكن من أقوى 5 دوريات من الناحية التنافسية على الإطلاق. دوري روشن السعودية اللي بيتذاع على أكتر من 40 محطة فضائية عالمية، واللي بقى محطة أنظار العالم أجمع بسبب الصفقات صف أول، بسبب الفكر والتطور الكبير والرهيب لدى المملكة. عموما تقدم وازدهار بمشيئة الرحمن. الهيت العميد حامل اللقب على الصدارة في المركز الأول، العلامة الكاملة من 4 ماتشات 12 بونت. العلامة الكاملة للإتي والجمهور غضبان، وهنعرف في نهاية الفيديو بمشيئة الرحمن. عموما المركز الثاني الأهلي العائد من جديد، العلامة الكاملة 12 بونت من 4 ماتشات. كل الماتشات 4، مفيش حاجة اسمها 4-3 تأجيل، الكلام ده خلاص. دوري أوروبي بكل ما تحمله الكلمة من معاني وتفاصيل. المركز الثالث الهلال 10 بونت، تعادل ماتش وفاز 3. المركز الرابع الحصان الأسود التعاون 10 بونت. المركز الخامس الاتفاق 7 بونت. امال فين النصر يا عم الحاج؟ فين النصر يا عم الحاج؟ ماني وكريستيانو فين الناس دي؟ الناس دي في المركز السادس، سبحان الله بداية متعثرة، 2 هزيمة و2 انتصار 6 بونت. عموما محمد شريف المركز ال15 مع الخليج 2 بونت فقط من 4 ماتشات بدون اي انتصار حتى الان. بالتوفيق باذن الله لاعبنا محمد شريف بمشيئة الرحمن. عموما كريستيانو رونالدو الحالة الاستثنائية الفريدة من نوعها اللي تستحق الدراسة. كريستيانو أصبح الهداف التاريخي، أكثر لاعب من البرتغال سجل في دوري روشن السعودي على مدار التاريخ. على مدار التاريخ ازاي؟ سجل 19 هدف، تخطى فابيو مارتينيز لاعب الخليج اللي سجل 18 هدف، بعد آخر هدفين سجلهم كريستيانو رونالدو في آخر ماتش. عموما كريستيانو على صدارة هدافي الدوري السعودي ب5 أهداف، حالة استثنائية تستحق الدراسة والله العظيم. اللي بيتكلم على عامل السن اهو لاعب سبحان الله بيدي، وفعلا اللاعب بالعطاء داخل المستطيل. عموما الطموح اللامحدود، الوقود اللي بيقود كريستيانو لتحقيق الاهداف وتحقيق انجاز تلو انجاز. المركز الثاني ساديو ماني النصر 4 اهداف، ومعاه عبد الرازق حمد الله لاعب الإتي لاعب الاتحاد. رقم 3 فيرمينيو سجل 3 أهداف، ومعاه سالم الدوسري لاعب الهلال. فيرمينيو لاعب النادي الأهلي. عموما يوم الجمعة ماتش من الكتاب 1 سبتمبر بمشيئة الرحمن. الجمعة الهلال في مواجهة الاتحاد، ماتش ضرب نار من الخيال. الزعيم في مواجهة العميد. عموما الهلال تعاقد مع محمد الربيعي 4 سنوات قادما من الأهلي الحارس الدولي. الاتحاد ما زال لحد دلوقتي. لماذا التمسك بمحمد صلاح؟ لماذا التمسك بصفقة محمد صلاح اللي ما تمتش لحد دلوقتي؟ الاتحاد لحد دلوقتي بيغري ليفربول، آخر عرض وصل ل 150 مليون يورو، وليفربول متمسك بصلاح، وجمهور الليفر قال لك لن نسمح برحيل محمد صلاح. وكلوب مدرب صلاح يورجن كلوب متمسك بصلاح، وقال لك إن شاء الله بمشيئة الرحمن مكمل معانا. وصلاح نفسه محدش عارف لحد اللحظة اللي احنا فيها هيتم ايه. عموما جمهور الاتحاد اخترق حساب الدوري السعودي، اخترق الحساب وغضبان ليه وزعلان. غضبان ليه وزعلان ليه؟ ان خلاص الانتقالات، موسم الانتقالات قارب على الانتهاء. لماذا التمسك بمحمد صلاح ولحد دلوقتي الصفقة لسه ما تمتش رغم كل الكلام والحوارات اللي بتتم في الصفقة؟ ده أول حاجة. مطالبهم كانت واضحة وصريحة للغاية، احنا محتاجين قلب دفاع ومحتاجين لاعب جناح. الموسم هينتهي وفعليا اللي بيتفرج على الاتحاد فعلا فريق متكامل، بس ينقصه بعد تجدد إصابة أحمد حجازي، ينقصه قلب دفاع وينقصه لاعب جناح، وهيبقى في حتة تانية على الإطلاق لبقية الموسم. إنما بالشكل ده هيبقى في تعثر. صحيح نونو سانتو بيسعى لنهاية العقدة أمام الهلال يوم الجمعة، ولكن هيبقى في تعثرات للاتحاد ما دام ما فيش الصفقات اللي بيتكلم فيها جمهور نادي الاتحاد.
عموما جمهور واعي ومثقف فوق الخيال. الجمهور بيقول لماذا التمسك بمحمد صلاح والصفقة لسه ما تمتش لحد دلوقتي؟ كلام واقعي 100%. من وجهة نظري الشخصية صلاح دلوقتي في أزهى عصوره، لاعب بيقدم في أزهى مستوياته وبيعمل تاريخ. الدوري الإنجليزي بالنسبة له هو ده السؤال اللي الناس محتاجة تجاوب عليه. من وجهة نظرك الشخصية لو محمد صلاح مكمل، لو انت مكان محمد صلاح هتكمل في ليفربول او تيجي اتحاد جدة؟ هتكمل في اقوى اماكن تنافسية في العالم ولا تيجي تصنع تاريخ من جديد؟ هتكمل على التاريخ اللي عملته في ظل اكيد 100% انت مش محتاج اي ماديات على الاطلاق. هتكمل في صناعة التاريخ مع الليفر ولا تيجي السعودية مع الاتحاد لصناعة تاريخ من جديد؟ صلاح في أزهى عصوره، وصلاح يكمل كمان مرتاح 3-4 سنين في قمة العطاء.